السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ تدابير أمام. قبل ما نبدا فيديو تاع اليوم نصلوا على الحبيب ولأفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد وصفه جديده كما عندكم الوصفات السهله والاقتصاديه. عدت لكم باقوى مشروع تقدري ديريه في البيت للمحلات، المناسبات، الاعراس، في سهرات رمضانيه. الوصفه لطرتولات بالبرتقال او موس البرتقال. الكريمه تاعنا بدون بيض، سهله سريعه اقتصاديه وتقطع لنا كميه ربي يبارك، وحتجي بزاف بنينه وتزيين ما عندي ما نحكي لكم. الكريمه تجي كريميه، تجي خفيفه وسهله، لاباط او العجينه تجينا مقرمشه في نفس الوقت شاده روحها وطريه. اذا ندوزو الطريقه اول. بسم الله على بركه الله. في كاسرونه عندنا كاس من عصير البرتقال، كنت عصرت البرتقال وصفيته. نضيف لها 2 ملاعق كبار من السكر، الملعقه تاع اكل، 2 ملاعق ممسوحين من النشا اللي هي المايزينا. وراح نبشر البرتقال، حبه برتقال يعني غير بشور شويه برك باش تعطينا فقط الرائحه تاعها. اذا كيما راكم تشوفوا ما توصلوش للب تاعو او الابيض هذاك باش ما يعطيكش المراره، راح نضيف لها منكه البرتقال يتباع عند مستلزمات الحلويات. راح نخلط كامل هذا الخليط. اللي حبت كميه كبيره تضاعف المقادير، عطيت لكم كميه قسمه تخدموها وتجربوها، ومن بعد اذا عجبتكم راح تضيفوا او تضاعفوا المكونات. اذا كيما راكم تشوفوا خياتي خلط جيدا جيدا حتى يتخلط لي، وحنحطها فوق النار متوسطه. نبقى نحرك الخليط نتاعي ونستمر في التحريك هكا باش ما تلصقليش وايضا ما تتحرقليش. في نفس الوقت انا كما راكم تشوفوا خياتي نوجد المقادير باش نديروا مع بعض عجينه لي طرتولات حلوين ساهلين، ويقطعوا ثاني كميه كبيره فقط ب2 ملاعق من المارغرين. اذا كما راكم تشوفوا راني نحرك حتصبح كانه لاجولي. راح الريحه دير حاله في المطبخ تاعك، ريحه البرتقال والبشور تاع البرتقال. اذا راح نتحصلوا على القوام، نضيف لها ملعقه تاع قهوه تاع مارغرين او نصف ملعقه اكل. كما راكم تشوفوا خياتي راح نحرك ونغطي عليها بكيس بلاستيكي يكون غذائي. كما راكم تشوفوا خياتي نغطي عليها تلامس لي هذا لاموس نتاعي او تلامس لي الكريمه نتاعي هكا باش ما يجيناش هذاك القطرات، باش ما تحمضناش. كما راكم تشوفوا ضروري انكي باش ما ديرناش ايضا القشره. نخليها تبرد ونروح نديروا مع بعض العجينه. واش نسحقوا في العجينه؟ عندنا 2 ملاعق اكل مملوءه من المارغرين بما يعادل 125 غرام من المارغرين. راح نضيف لها ايضا كما راكم تشوفوا هنا ملعقه مملوءه من السكر الناعم، هذه الملعقه الثانيه. اذا 2 ملاعق كبيره من المارغرين، 2 ملاعق من السكر الناعم. عندنا 4 كاس من الزيت. ايضا نضيف لها قرصه ملح، دائما ما تنساوهاش في الوصفات نتاعكم. هنا كما راكم تشوفوا ايضا نصف ملعقه اكل من لافاني صفار بيضاء. البياض نسحقوه هنا، اذا حبيتوا ديروا بيضه كامله تقدروا ديروها. انا البياض نسحقه في وصفه اخرى. كما راكم تشوفوا راني طميت هنايا البياض نتاعي نسحقه باش ندير لكم وصفه واحده اخرى. اذا كما راكم تشوفوا خياتي راح نخلط كامل هذه المكونات مع بعضهم حتى يتخلطوا لي ويندمجوا لي. اذا عندك باتور استعمليه، اذا ما عندكش تقدري تستغني على الباتور، فقط بالاصابع نتاعك راح تخلط لك. هنا للامانه المارغرين تكون على درجه حراره الغرفه دائما باش تنجح لكم الوصفه، وايضا باش يتخلط لك العجينه تاعك او الخليط نتاعك بكل سهوله. خلي المارغرين تكون على درجه حراره الغرفه باش تتخلط لك بكل سهوله بدون اداه او ادوات كهرومنزليه. اذا بعد ما خلطتها راح نجيبوا النواشف، راح نجيبوا الفرينه تاعي. راح نبقى نضيف الفرينه تاعي حتى تنضم لنا العجينه تاعنا عجينه طريه متماسكه في نفس الوقت. وانا كنت في نفس الوقت ايضا شعلت الفرن على 180 درجه الى 170 درجه باش يسخن لي بلا ما اني نكمل العجينه تاعي. هنا بعد ما خلطتها شوفوا بعد ما تخلطت جيدا اصبحت ملساء. هنا نضيف الفرينه بالتدريج. راح نضيف ملعقه قهوه من الخميره الكيميائيه، ملعقه صغيره. راح نخلط حتى تنضم العجينه تاعي فقط بالاصابع، ما تعجنوهاش، طموها. هذه هي، وخليوها طريه، ما ديروها يابسه، ما ديروها محلحله، يعني تكون متوسطه، لانه كل وحده ونوعيه تاع الفرينه نتاعها. لو كان ديريها يابسه حتشرب لك. اذا نخليوها شويه طريه. اذا كما راكم تشوفوا خيتي بعد ما طميت العجينه تاعي بدون ما نعجنها راح نطمها فقط. راح نجيب كيس ايضا باش نستعملو باش نخدمها بكل سهوله. راح نحل العجينه تاعي بسمك نصف سنتيم،
وحنجيب لي مول تاعي لي طارتولات، حبيتي المشرشفين او السامبل، وهنايا كيما حبيتي. عندي طابعه راح نطبعوه هنايا. هذه العمليه راح تخدميها بكل سهوله، وراح تجيبيها تخدميها كامل وتعدلي الحواف وتنحي الزائد او الكميه الزائده من العجين من لي طارتولات. اذا كما راكم تشوفوا خياتي، نخدم الاولى نخدم الثانيه حتى نكمل كامل كميه العجين. راح تجيكم هايله هذه الطارتولات، وخاصه اذا درتيها كمشروع، لانه مشروع جد جد مربح وانت في بيتك. ديري طلبياتك، ديريها لمناسباتك لعرضاتك، حتى انكي ديريها لحفلاتكم وتخدميها للمقاهي، وراح يولي عندك سوكسي عندك هذه الوصفه، لانه بزاف بزاف بنينه. بعد ما كملت كامل الكميه هنا كما راكم تشوفوا خياتي، جاتني 18 قطعه الى 19 حبه. راح نثقبهم كامل، نحطهم في الرف الوسطاني يطيبوا لي، تكسب لي اللون الذهبي، ونرجعوا مع بعض. في نفس الوقت راح نوجدوا معنا لاموس نتاعنا. اذا راح واش نديروا، عندنا نصف كاس من بودره الشونتي، نص كاس من الحليب، ونطلعهم كامل. اذا كما راكم تشوفوا خياتي، اذا شفتوا بلي النوعيه ماهيش مليحه الشونتي نتاعكم، ديروا فقط ربع كاس من الحليب. اذا شفتوها بلي الكريمه تاعكم دائما كي تخدموا بها وتشد لكم، ديروا نص كاس حليب او ماء بارد جيدا. في بلاصه الحليب تقدروا ديروا ماء بارد جيدا، وحتى الحليب يكون بارد جيدا. راح نطلعها بهذه الطريقه. من بعد نجيبوا الكريمه تاعنا، راح نلقاوها بارده، ما تستعملوهاش وهي سخونه. هذه المعلومات كان مدهم لكم كامل هكا لنجاح الوصفه، لانه لما تستعملوها سخونه الكريمه تاعكم راح تذوب لكم، راح تولي لكم كريمه سائله. اذا كما راكم تشوفوا خياتي، نبدا نضيف بالملعقه بملعقه حتى نكمل كامل مقدار الكريمه تاعي او لاموس نتاعي او الكريمه البرتقال. هذه هي نكملها كامل داخل الاناء حتى تصبح عندنا يعني كريمه قوام رائع. صدقوني تجي هايله منعشه. يا ريت لو كان راكم معايا تشموا الريحه هذه ولا المذاق، ما عندي ما نقول لكم. حتى ولو درتوها في السهرات يعني تجيكم هايله هايله. اذا بعد ما نحركها جيدا تطلع لنا هذيك لاموس. شوفوا بعد ما اصبحت بهذه الطريقه. على بالي بلي كاين بزاف اخوات من المشارقه يعني تبعوني، نقول لكم نشكركم بزاف بزاف. حتى اخواتاتي الجزائريات نحبكم بزاف بزاف، راكم يعني مدعميني، راكم يعني سند ليا في كتافي. ربي يحفظكم، نحبكم بزاف بزاف. لي طارتولات نتاعي بعد ما جبتهم كسب لي اللون الذهبي، ما تبوطت لي، ما صالها والو، راح تكون قوام رائع، ما تتكسر، ما يصالها والو. هي كي تجي تاكليها تذوب في فمك، حتى ونديري لها الكريمه ما تتكسرش. هذوك يعني تخدمي 10 ويتكسروا لك 10. لا لا، هذه النوعيه من انواع لي طارتولات رائعه، مقادير جد جد مضبوطه، تكسب لك اللون الذهبي، ما تتنفخ لك ما والو. رائعه هذه الوصفه، دونوها عندكم فقط. اذا كما راكم تشوفوا راح نجيبوا الكريمه تاعي نديرها في لابوش. جيبوا قمع مسنن كيما اولا دوي مسننه. نبدا نعمر كامل لي طارتولات نتاعي. هنا يا خياتي كما قلت لكم، اللي حبت تضاعف المقادير تقدر تضاعف المقادير. 2 كيسان راح يعمروا لكم كامل 18 هذوك. انا هنايا عمرت لي فقط 9، ما حبيتش نكثر لانه حبيت ندير لكم الوصفه، لكن كي تجيني طلبيات ندير اكثر من 50 حبه في اليوم عادي. اذا كما راكم تشوفوا حنجيبوا البرتقال، راح نديروا شرائح يعني على شكل مثلثات، والتزيين يكون اختياري لكم. زينوها بالشي اللي يكون عندكم. حتى البرتقال او لاموس هذه او لي طارتولات هذه تقدري تزينيهم برقه تاع النعناع، بشرط ايضا او بشور او قشور من الليمون او البرتقال عفوا. بعد ما قشرتهم، بعد ما سكرفشتهم عفوا، راح نحطهم بهذه الطريقه. حنضيف لها ايضا ورده بهذا الشكل، حتعطي لها تزيين جد 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 هايل ويولي هايله. صدقوني دخلتها لكم باللغه العربيه. كاين بزاف اخوات من المشارقه ما نفهموش اللغه تاعكم، ماذا بيا توليو تفهموا اللغه تاعنا. راني بديت نهضر باللغه العربيه، بديت نخلطها، اما لا خليني نهضر نورمال. اذا كيما راكم تشوفوا خياتي راح نديرها في الكيسات، لانه هادو حبيتي تخدميهم بليكيسات بهذه الطريقه او لي سوطاس تاعهم. شوفوا التزيين دا رائع، والقوام ما عندي ما نحكي لكم. ها يا خياتي خلونا التعليقات، خلونا الاجابه تاعكم. راني درت لكم يعني وصفات اللي طلبتوهم مني، ومازال الجديد باذن الله يوميا، ومازال بزاف مشاريع حنحطها لكم. هيا خلونا باش ينقص علينا شويه سينيال، وايضا باش يطلع لنا الفيديو باش يشوفوا اكبر عدد من الناس. نحبكم بزاف بزاف. راح نقطعوا مع بعض الحبه باش نشوفوا القوام تاع لي طارتولات والكريمه تاعنا، وراح تجي هايله هايله.
اذا خياتي كما راكم تشوفوا تزيين جد رائع. هذيك الورده تقدروا تستغنوا عليها، انا حبيت فقط نضيفها كاضافه باش تعطيني يعني منظر رائع للمناسبات، هكا حفله تاع الباك او حفله تاع مناسبه، حفله عيد ميلاد، حفله تاع خطوبه. شوفوا كيف تجيه الشيشه وخفيفه، ما تتكسرش. هزيت لكم الحبه ما تتكسرش لي طارتولات، ولكن كي تجي تاكليها في فمك تذوب، والكريمه تجي خفيفه. نقول لكم نحبكم بزاف بزاف، مازال لي الجديد ان شاء الله. استنوني في فيديوهات قادمه ان شاء الله. شوفوا والله ما تشبعوها، حامضه بنينه رائعه منعشه. في فيديو قادم ان شاء الله.